اهلا بيكم فيديو جديد. النهارده هتكلم على حاجه مهمه، ويا رب ما نعملش مشاكل. هتكلم على الانسان ابو اتجاهين او ابو وشين. الانسان اللي ما يعرفش غير يدي الى اتجاه واحد وطنش التاني. ابراهيم فايق بيقول ايه؟ او بهاجم ايمن عبد العزيز وميدو، وبيطالب المجلس الأعلى للإعلام بوقفهم من الإعلام وعدم ظهورهم في الإعلام مرة أخرى. ليه؟ علشان قالوا رأيهم بصراحة إن إحنا مش هنشجع الأهلي في كأس العالم. طب ما أنت يا أستاذ إبراهيم لو سألت قدام الأهلي هيقولوا لك نفس الكلام. طب أنا عايز أسأل سؤالين يا أستاذ إبراهيم. صوتك ده كان فين يا إبراهيم فايق لما قام حسام البدري بإلغاء معسكر المنتخب وقال لك عشان ما نعملش إجهاد للعيبة الأهلي قبل النهائي الأفريقي أمام كايزر الشيف؟ كنت فين يا فندم؟ ما تكلمتش ليه؟ ولا ده مش مهمة وطنية برضه؟ المنتخب القومي مش مهمة وطنية يا أستاذ إبراهيم؟ ولا أنت ما بتشوفش غير من عين واحدة؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، كنت فين في تصريحات زكريا ناصف وأحمد بلال وشادي محمد وعادل القيعي لما قالوا إن إحنا مش هنشجع الزمالك لو لعب برا مصر؟ كنت فين يا كابتن؟ ما سمعتش الكلام ده؟ يا كابتن إبراهيم رد عليا. ما سمعتش الكلام ده؟ ما طلبتهمش ليه بوقف الناس دي اللي قالت الكلام ده؟ ولا انت ما بتشوفش غير بعين واحده؟ تالت حاجه، كنت فين لما ازمه لعيبه الزمالك والناس اللي عملت فيديوهات وعملت تحريضات وعملت كلام وعاوزه لعيبه الزمالك تسجن وبعد التحرض على لعيبه الزمالك في الامارات؟ كنت فين؟ ما قلتش ليه؟ ما قلتش لا عيب؟ ما قلتش ليه ما ينفعش يا جماعه الكلام ده كله؟ طيب ايه كمان؟ كنت فين يا كابتن ابراهيم لما الاهلي رفض يدي محمد عبد المنعم وامام عاشور للمنتخب الاولمبي وشال 6 من المغرب؟ كنت فين؟ ما بنسمعكش يا كابتن ابراهيم غير لما تكون حي على الزمالك او على لعيبه الزمالك القدامى او على مشاكل في الزمالك، زي التسريبات اللي طلعت بتاعت الحكام في ماتش الزمالك ومش عارف مين الاسبوع اللي فات. كنت فين يا كابتن؟ ما احنا عايزينك تتكلم يا كابتن لما يكون هنا حاجه زيها هنا حاجه، مش تتكلم في حاجه وتسيب التانيه. فين الحياديه؟ فين الضمير؟ الضمير فين يا كابتن؟ القسم اللي انت اقسمته في كلية الاعلام انك تقول تبقى حيادي، فينه انك تقول الحق هنا وهنا؟ ولا ما فيش غير على الزمالك بس؟ دي كلها حاجات يا كابتن كانت على الاهلي انت ما تكلمتش عنها. ليه؟ عشان انت مش حيادي، انت ما تعرفش الحق. انت لو تعرف الحق تقول هنا وتقول هنا. بلاش يا جماعة، خلي عندكم حيادية، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.